السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الغاليين مشتركينا، الله يمسيكم بالخير ويجعلكم من خير لخير. وشلونكم؟ طمنونا عنكم، عسى اموركم زينه وكل شيء زين ان شاء الله. اول ما نبدا به ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على رسولنا الكريم. اذكروا الله يا مشاهدين ويا متابعين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على رسول الله. سالفة اليوم يا محبين هي عن الذيابة، عن الذيب سرحان. هذا رجال راعي موتر، سيارة ويكد، سيارة كبيرة، هي من السيارات الصغيرة. ما قصد يقول لكم راعي موتر، كل الناس عندها مواتر، لكن رجال راعي على وقت مرسيدسات القديمة. الرجال يقول هاك السنين ننقل، نجيب من الظاهر نقل من جدة أو من ينبع. يقول نجيب أعلاف اللي هو الشعير. يقول نجي تقريبا موترين 3 مواتر، وأحيانا يكون واحد على موتره الحالة. يقول أنا يوم إني جينا على كلامه، يقول من عند عفيف، يقول فيه هجرة، أخوياي اللي معي محملين راحوا، وفيه هجرة أنا ماخذين إن الموتر كامل الحملة. من أول يتوازعونها، ما فيه موزعين ولا فيه مثل المعتمد، هو يتوازعونها، كل واحد يجي يحمل له 10 20 كيس 30 كيس. السقس في وقته يقول كانوا يحطون عليه 600 كيس. يقول واطلع على كلامه اني طلعت نزلت من على المفرق اللي يروح الجهات المهد، الظاهر وثرب ما ثرب، جهات غرب ضرية. يقول وانا امشي، يقول في ردمية، والردمية أنا متر محمل، ما وقتها يقول الهجرة هذه ما لها زفلت، لكن بعد ما تصل على كلامه فيه زفلت يطلع قصدي المهد الذهب للمهد، يطلع ظاهر يروح على الطريق الثاني اللي يوصل للمدينة. لا يقول هو يقول في خط يفرق منه يروح غرب، فيه هجرة في أودية. يقول أنا نزلت مع الردمية من الخط الردمية على كلامه. يقول لقيت لي لوحة من اللوحات اللي مكتوبة كتابة عادية، لوحة يقول من جضعة سنة واحدة بيرقد، يقول مكتوب عليها اسم الهجرة ومكتوب عليها 25 كيلو 25 كيلو. يقول الصراحة ما درت عن وضعها، لكن أنا في وقتها موصيني واحد وقال جيب الحملة أنا بنتي قاسمها. يقول أنا ما عمري جيت الهجرة، لكن أنا لقيتها في عفيف. المهم يقول وأنا أمشي مع الردمية، يقولوا على هوني وأمشي وها موتر ثقيل. المهم يقول وصلني الليل قبل الهجرة، وما عدد وش الخط وش فيه. قلت بس خطوة مرح وعي من الخير، بزي مرة عزبتي وقهوة. يقول الرجال يقول أنا مفتر راسي من الخط وشاهيها ودعواها الرجال بيزبط عزبته. يقول وانا انزل المطبخ على كلامه، مطبخ المرسيدس ينفتح عده فيه، وهو يجلس فوق الباب حق المطبخ ويشتغل في عزبته. يقول يوم ركبت القهوة عقب المغرب، يقول أنا صليت وقصرت المغرب، صليت وقصرت العشاء.
يقول وما خط، يقول والله إني أسمع العوا، يقول يتجانبن صراحة. يقول في وديان وجبال سود ودلقس ظلمة ومحلات موحشة. يقول ولو والله هذا عواهن يتجاوبن. يقول اللي سمعتهن ثلاثة. يقول قلت خلني بس بسوي. يقول والله حتى المغرب، عقب المغرب. يقول أنا قلت بسوي قهوة وعشي وبقول به العشاء وقهوة. يقول ما أنا الحالي. يقول عقبها أبى أطلع في موتري. يقول يوم أخذت المهم تعشيت، يقول تقهويت وخلصت. يقول ضفع زيبتي بسكر عليها. يقول أطلع في غمارة المرسيدس. غمارة رفيعة يعني ما بحوله ولا جايته، لو يفتح الدريشة ما جاته. مرسيدس مبروك. يقول وأنا الأنوار مولعة تراه. يقول حنا نخلي المرسيدس الديزل عموما اللي جاء من مشوار، يقول نخليه يشتغل له يجي نص ساعة أو أكثر أو ساعة يشتغل عشان يبرد. هو بالعكس يبرد إذا صار يشتغل. يقول المهم يقول مختل الأنوار ولا هو أنوار الجنوب تعرفون. يقول مختل هاك الواحد منهن. يقول له إذن من قدام خشم الموتر. يقولون ولع النور. يقولون أدق عليه بوري على مرسيدس تروع. ما هو بالبوري حق بلاده، لا بوري اللي ترجى الرفارف رج. يقول يوم صقع البوري وشاف الصوت، سمع صوت البوري، يقول هو ينحاش مع هالشجر ما ادري وين راح. يقول قلت ما دام من الدعوة تسدها خلني بشغل وبسري، انا ما نمدابل هالشعيب هذا. ويا ليته قاعد في محل. شغل الرجال ومشى. يقول مشيت على هالردمية وانا والله ما اعلم عنها. ومع الحمل الموتر يتمايل وها تعرف عليه 600 كيس، ما هي بسهلة. يقول ضرب واحد من الكفرات انفرك. الكفرات اللي ورا ما عليه، لو انها اللي ورا ما عليه منه، معه كفرات من غيره، لكن اللي قدام. يقول لما انزوا عليها الموتر يقول فيه حصى. يقول هاك الحصاه يقول هي تشهد به. يقول له والله صوت ضربته. يقول له هو الموتر متسوى على اليمين. يقول قلت هالحين زانت لها ذيابه، لكن ماني بمسوي شيء. يقول والله يا جماعة الخير أنا قعدت في موتري ولا عندي أمل أني أنزل، وهذا أفضل شيء. إذا صرت في مثل المواقف هذه لا تنزل من موترك. يقول لي قعدت في السيارة. يقول يوم قعدت في السيارة يقول والله أنني تولن على النور مرة طق بورين حشن. يقول لي وصلا 4. يقول واحد منهن يقول هو الشرس، واحد منهن شرس، أما الباقيات بسيطات. يقول وأنا أجي يقول قلت بحول. ويوم اني يقول قلت بوز مع الدريشه بشوف اللي من يمي. يقول واحد يروع منهن. يقول المهم وها الموتر ويدرجني ودق بوري ينحاشن ويرجع. يقول الموتر يقول مبشر على بنشره. يقول وانا مرح. يقول ما عمل نوم، ما انا بيمي نوم ولا عين فيها. يقول يوم جاء الصبح يتفرقن. يقول يوم جاء الصبح يتفرقن. يقول وانا حول وزينا أبزينا كفر المبشر اللي قدام. الصباح الساعة 8
ترى تاريخها 1405، هو بقريب، وهاك الأيام فيه باقي بدو في البر، باقي هالحلال وباقي. يقول والله الساعة 8 يا جماعة الخير وأنا حوال، يقول وأنا أخذ العفريت أنزله وأنا برفع الموتر، يقول يوم أخذت ونرفع الموتر، يقول أنا التفت سده، يقول باخذ العصا، عصا العفريت يقول يوم التفت يقول له هكا الاثنين الساعة 8، يقول له هكا الاثنين، يقول ورا هكا السمرة، يقول يعين فيه، يقول هني يعطيني رؤوسهم يفوعن علي، يقول أنا أنطلع البليه اللي معي، يقول أنا فوق، يقول أنا أنقز في غمارة، يقول والله أنا إنهن يدارجن الموتر لأن وصلت الساعة 10، هالثنين هذل، يقول يوم أخذت، يقول سمع لها صوت موتر جاي مع الردمية، يقول يوم سمع صوت الموتر يقول هني روحن، يقول يهجن مدري وعطن هالشعيب شعيب كله سمر، يقول لنا هكا راي هكا دج جاي، يقول الصبح، يقول معه جلب، معه غنم في الصندوق، يقول واشتر له، يقول ادق لبور، يقول هو يوقف، هو مارني قبل بيتعدى، يقول يوقف، يقول وعلم على قضية، قلت انا مبشر حصل يتفدى من البارح والذيابة تجالبني، واخرها اول الساعة 8، قال يا ابن الحلال انت وش اللي هذا الردمية ذي ودي الى الديار هذه ما يمرح فيها، قال انا ما مرحت فيها، انا وقفت سويت قهوتي وعشاي، ويوم جاء في الليل يقوم يدرجني وانا اركب موتري، قلت سببت له الهجرة اللي بينزل العلف فيها، ومثل ما تشوف ضرب الكبر الاول هبته حصاه وبنشر، ومخليه ممرح، انا من البارح اني يدورن على المرسج، من البارح اني يدورن عليه ودق عليهم بواري ونحاشن ويعودن، واول يوم اني نزلت ابازين العفريته واخذت، ارفع العفريته واخذت وشوني التفت، لما التفت جنوك ضبني برقبتي وانا ما دريت، يقول لما التفت باخذ العصا اللي يرفع بها العفريته لان حدره هكا السمره يعين فيه، ويوم شافني انتبهت له انه يفوعن علي وانا اركب في الموتر، ويقعدني يدرجني خذنا شوي ولا راح ولا مشى من عندي الا يوم سمع صوت موترك. والحين ساعدني الله يجزاك خير، اقلها انت معك سلاح ولا معك شيء ولا ترى بيعودن علي، وانا رجال الحورت ما ادري اسوي كفر موتري، افك الكفر وركب الكفر ولا اجاهد الذيابه اللي كل شوي من طلت سن علي. قال سو كفرك، بس سو كفرك، يقول يقف موتره الدجسن، يقول ينزل له بشوزل حاطها ورا مرتبة موتر، هل الديرة يعرفونها مثل ما قالوا المكة يعرفون أشعابها، هذا يعرف الديرة خابر عنه، يقول لا تمشي إلا معك بندق، لا تمشي إلا معك سلاح، أقل شيء جنبي ولا شيء، يقول لي أنا، قلت والله يا ابن الحلال أنا ماني في الأمور هذه، أنا رأي كداد وترزق الله على موتري، ولا أجي أنزل عند العرب وأمشي، ولا لاني برأي مكاشيت ولا أنا برأي شعبان. قال مثل ما الموقف هذا، قال والله يا ابن الحلال حنا لقينا بسلاح ولا شيء، لقينا للبرني أكيد لكن ما دامنا مع خطوط صعب. يقول المقصد قاعد عندي، يقول ابن الحلال يطلع هالشوزل، يقول أنا أفك الكفر، يقول أنا أفك السبير وأنا أجيبه، يقول أنا وياه ونعيوننا الذيابة لا تجينا. يقول يا جماعة الخير يوم ركبنا الكفر، يقول أخذنا، يقول له والله أنهم من طلجات الاثنين على الغنم اللي في السيارة، الاثنين اللي جاني أولا، يقول له والله أنا جاي طائرات يتعدن، يقول بندقه في يده، يقول يبنى الغنم اللي في الصندوق، صندوق الدجسن ترى ما عليها شد، يقول حوض يبني ينقزن عليها بياكلنا. يقول يوم شاف واصلات الموتر يقول ثور عليها، يقول واحد يذبحه، جاءه صتم من البندق وقضى عليه، وما واحد يقول ما تسمع الا خرفشته من بين هالشجرات، يقول هج،
يقول الله فاكنا منهن، يقول أنا فاكني الله منهن قبل، وفكنا الله ابن الحلال وحلاله هذا بسبة بندقه اللي معه. يقول هو يقف، يقول يقف طول عمرك، يقول أنا ركبنا كفرة بس باجي نربط المسامير. يقول ابن الحلال والله أنا واقف بين موتره وبين موتري ونهضحها من النهار يا جماعة الخير. يقول أول مرة أنا اللي أعرف الذيب لجاء الفجر أنكف عود. يقول هذا اللي اثنين هن أربعة، هذا اللي ما عيناه أنا الأربعة في الليل اثنين هن اللي بهذلنا، اللي يقول راح إنه يعودن على اللي يبغى ياكلني، وتالي عودنا بينقسم هو الرجال بياكلن حلاله، وذبح واحد منهن وواحد راح على وجهه ركبنا كفرتنا. يقول قال يا ولدي الديرة اللي انت فيها، قال انا بالديرة اللي قدام اللي قال هذه والله يا ابن الحلال انطعتني مو ترك مو باصلها، هذه فيها جرفة مو ترك محمل. كم عليه مو ترك؟ قال عليه 600. يقول حط يدها راسه، قال لا حول والله ما بيمها ولا يبي، لكن تدري انا راح للديرة هذه، راح للديرة لي ولد عم فيها الهجرة وهجرتنا الثانية احنا، ما تدري أنت خلك مكانك، ارجع 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 لا تقعد محلك، ارجع لين تجي القار اللي حويت منه. يقول القار وراي 8 كيلو. قال ارجع لين تجي القار وانا بعلمهم، بقول مو ترى الشعير اللي انتم واعدينه عنه على جنب الخط. يقول الرجال يقول ما نبجاي مو تري محمد، خلهم يجون على مواترهم وفضها في مواترهم. يقول الله يجزاك خير بيض الله وجهك. يقول يروح من عندي. يقول انا ارجع وانا اقف على جنب القار، يقول له انا هاد داس مديد به، يقول واللي على 20 ولا 25 ولا على 30. يقول يوم جاء طول عمرك الساعة 2، يقول والله هن خالصين، يقول فاضيين الموتر. يقول أنا أقض القار الله يبيض وجهه ويجزاه خير. يقول ما قصر معي في زعلي والله يا الله، ثم هو أن ترجع لي مرة ثانية هالديابة تاكلني وأنا أربط كفري ما درت عنها. وهذا قصتنا اليوم وتطويلنا عنكم، متأسفين على التطويل لكن أشغال ومشغال. ونشكر اللي يسألون عنا في التعليقات ويسألون عنا، ويا أبو سعود عسى ما شر وينك ما شفناك وما طلعت، والحمد لله طمناهم أن طيبين وبخير، وإن معهم لو أن غايبين ترى القلوب عند بعضها، حنا معهم قلبا وقالبا مثل ما قالوا. والله يبيض وجيهكم، يجزاكم خير يا متابعينا. نسبة الاشتراكات زادت، وصلنا 8100 وشوي. والله يبيض وجيهكم، هذا مو مستغرب عليكم، هذه قناتكم أولا وأخيرا، وأنا موصل لكم بس أوسع صدوركم ووسع صدري، لكن الظروف ما تجي على الكيف. الأيام هذه والله أنا مشغولين وراحات ورحلات طلعات، خفينا عن قبل، لكن إن شاء الله ما راح ننساكم بإذن الله، ما تشوفون شر.